اللي بيستغرب انها تعرف الراجل ده، فبتقول لهم زين شبه سياف من ايركل، اشباح اللي انتشروا مؤخرا في العالم السفلي. بيقول لها الراجل بما انك عرفتيني فانت عارفه كمان انك مش هتقدري توقفيني. هنا دي بترد عليه بان كله اصابات ولقاته دلوقتي فيقدر يهزمه بسهوله، وده سبب وجودهم هنا من الاساس. ساعتها الشبح بيقتنع بكلامها وبيقول له معاك مهله لحد شروق الشمس وبعدها هاجي وخلص عليكم كلكم. والشبح بيسيبهم وبيمشي. بعد كده بيدخلوا المركبه وبتقول لهم على قوه الشبح ده وان قتل الاف الناس قبل كده، بس الشخص الوحيد اللي قدر يهزمه هو صياد الشياطين. هنا بيقول لهم ما عنديش حل تاني غير اني اقتله واهزمه، بس بيقولوا انه مش هيقدر عليه لوحده، وحتى لو كلهم اتحدوا مع بعض مش هيقدروا يهزموه، لكن مش بيسمع له وبيقول له انا جدها، وده لان السيوف دي هي اللي هزمته قبل كده على ايد الصياد. بعدها بيروح يان ينزل النهر لحد موعد القتال. بيجوا شاروه بالفعل وسايب يمدي ببعض الطاقم بتاعته، وكمان بتكون عملت له درع على جسمه من الشباك بتاعتها. بيبدا القتال بالفعل ويهجم على الشبح، بس الشبح بيصد كل ضرباته بكل سهوله، ده لدرجه انه ما اتحركش من مكانه. كان الشبح بيضرب بس بيستغل اندفاعه وبيرجع يهجم عليه من تاني، ولكن الشبح يصد هجومه وبيبعده. ساعتها شبه بينطلق عليه وكان خلاص هيدخل السيف في كرشه، بس بيلحق نفسه وبيلف في اللحظات الاخيره. كان الشبح بيهاجم عليه بهجمات متعدده، وساعتها بيفتكر والده لما كان بيضربه على استخدام السيف، بس تدريبه كان قاسي شويتين ثلاثه. نرجع بقى للحاضر والقتال اللي كان مولع ما بين الطرفين. وقتها بيقدر يمسك سيف الشبح ولسه هيقطع دماغه. كان الشبح صد السيف بايده، بيقول له انت شجاع وتستحق اني اقاتلك بجديه. ساعتها بيهاجم عليه، بس الشبح بيبعده بضربه واحده بتتصرف طاقه ظلاميه في سيف الشبح، وفجاه بيهاجم على الوان وبيكسر حته من الدرع اللي عملته، زي بيرجع يهاجم عليه عده مرات ولا حول ولا جوه. ساعتها الشبح كان وراه ولسه هيخلص عليه. كان صد السيف بتاعه بيقول له شبه هو انت متخيل انك تقدر تهزمني؟ وفعلا يوان بيرد عليه وبيقول له انت قوي جدا وصعب اني اهزمك. بيرجع ساعتها فلاش باك لطفولته ايام ما كان بيضرب على استخدام السيف، بس وقتها بيلاقي شخص على وشك الموت وبيقول له ان في دب هجم عليهم وهياتي لابنه. هنا بياخده للبيت بتاعهم وبيدور على ابوه ولكنه مش بيلاقيه، بس بيشوف سيوف قدامه وبياخدهم وبيتجه ناحيه الدب علشان ينقذ الطفل. بيوصل هناك بالفعل وبيلاقي الدب خلاص هيفسرس الواد. ساعتها بيهجم عليه ولكن الدب بيبعده بكف ايده، بس مش بيستسلم وبيضربه بالتلج عشان يسيب الطفل ويجي له هو. وبالفعل الدب بيسيب الطفل وبيتجه ناحيته. الدب بيضرب والواد في حاله يرسلها والدم بينزل في كل حته. بيقوم وهو بيقول انه مش هيستسلم للموت، وساعتها بيكون السيفين متحوطين بهاله سوداويه والدب نفسه بيخاف منها. هنا يهاجم على الدب عشان يقتله، بس بيجي والده وبيفقد الوعي. بيقول للدب ان ابنه المفقود رجع للكهف، راح بقى كمل السبات بتاعك ولا انت عايزني انيمك للابد. ساعتها الدب بيخاف منه وبيمشي. بعدها والد يوان بياخده للبيت وبيعالجه وبيرجع السيوف في مكانها. نرجع بقى للحاضر اللي بتتسرب منه طاقه سوداويه زي ما حصل في طفولته. بيصرخ بأعلى صوته وبيهجم على الشبح وبيديله ضربه بالطياره. الواد كمان مش بيسكت وبيطير ورا الشبح وبيضربه في الارض. ساعتها الشبح بيتحمس وبيقول له ايوه هو ده يوم بيهاجم عليه من تاني مش مصدق اللي شايفه. هنا الشبح بيضرب ويقول له وريني كل اللي عندك. بيفتكر ساعتها يقتله مع الشين تيان واللي كان قوي جدا وشخصيته اللي فريده من نوعها. المهم يعني بيخلص عليه في الماضي. نرجع بقى للحاضر والشبح اللي اتعصب على يوان وضربه في النهر. ساعتها يوان كان اتبدل خالص وفقد وعيه البشري وكل همه بقى انه يخلص على الشبح ده. هنا بيهاجم. كان يوان بيهجم على الشبح بكل قوته، بس الشبح بيفادي الضرب وبيطير في السماء، ولكن يوان مش هيسيبك بيطير وراه، وهو بينزل على دماغه بينزل وراه من تاني. والشبح بيبدا يتحمس. وقتها العيال بيفرحوا من قوه يوان وتحديدا اللي بتشجعه، ولكن ساعتها يوان بيروح ناحيتهم وفجاه بيهاجم عليهم بس بيقدر يصده في اللحظات الاخيره. هنا بيكلم يوان وبيحاول يفوقه، بس يوان لا حياه لمن تنادي الواد بقى زي الشيطان وبيضربهم لبعيد. وقتها الواد اصلا كان متخيل انهم اعداء وساعتها بيهجم على البنت دي، بس البنت تقدر تفادي هجماته وساعتها صاي بيضربه في الصخره دي وبيحاول يجمده مؤقتا. هنا تشينج بيروح يطمن على يوان، بس اول ما بيروح للواد بيضربه في بطنه. وقتها بتروح تطمن على تشينج، بس يوان بيتعصب وبيقول انا هقتل كل الشياطين ولسه هيهجمي على زيو. كان الشبح جه وطعنه بالسيف. ساعتها الكل بينصدم ويوحون بيفقد الوعي. بنشوفه جوه وعيه الداخلي وهو بيقول انا قادر لسه اكمل القتال، بس ساعتها بيشوف ذكرى غريبه لوالده مع السيافه. كانوا بيتجولوا في البلده ديت وشايفين الفقر والجوع مالي المكان. بيهجم ساعتها مجموعه شياطين على البلده، بس بيروح وبيخلص عليهم بدم بارد. بيكمل طريقه ناحيه مسكنه لحد ما بيلاقي اطفالهم. هنا بيجي العجوز ده وبيهجم على بس الواد بيكسر له العصايه. وقتها العجوز بيفضل يبكي بحرقه وبيترجى تيان انه ما يقتلش الاطفال، وده لان مالهمش ذنب في حاجه. وبيقول له كمان ان كل ده بسبب الشبح اللي استولى على المكان وخلانا نهاجم البشرين اللي تحت الجبل. بعدها بيجي والد على المكان وبيسال شين تيان هو قتل الاطفال ولا ايه. ساعتها تيان بيرمي سيفه وبيقول له انا واحد ضعيف وما تسهلش اكون سائد شياطين، بس كل اللي يعرفه دلوقتي اني رايح اخلص على الشبح ابن الهرمه ده. وفعلا والد يوان بيشجعه وبيقول له مستنيك ترجع منتصر. بيتجه ناحيه الشبح بس وفي طريقه بيلاقي جثث الشياطين مليء المكان. بيكمل ناحيه الشبح وبيلاقيه بالفعل وبيبدا القتال اللي شفناه قبل كده. نروح بقى لوالد يوان اللي كان بينقل سكان المدينه لمكان امن بعيدا عن الخطر، ولكن وفي اثناء الاستراحه بيجي له عجوز على حافه الموت وفي ايده لما كان لسه طفل. بيروحوا بعدها للبيت وبيتضح ساعتها ان يوان مش ابن الراجل ده وان العجوز ده جابه له عشان يربيه، وده لان والده الحقيقي مات بيديله ساعتها السيفين دول. وبيتضح وقتها ان والد يوان الحقيقي هو تيان. نرجع بقى للحاضر بيوان اللي بيفوق وبيلاقي الشبح مستنيه. بيطلع ساعتها السيف بتاعه من كتف يوان وبيكون سايبه وماشي، بس يوان بيقوم وبيقول له القتال لسه ما خلصش. فبيرجع الشبح وبيرفع السيف بتاعه عليه، بس الواد مش بيتهزل وشعره. فبيقول له الشبح ان القتال هيقف مؤقتا لحد ما يكون اقوى سائد شياطين في العالم، وساعتها بقى هيجي الشبح وهيخلص عليه. المهم الشبح بيسيبه وبيمشي وبيجي وبيحضن يوان وهو بيبكي. هنا يوان بيهديه وبيقول له انا حلمت حلم عن والدنا،
بيقول للباقي يلا بينا ناكل وهحكي لكم كل حاجه وقتها، فبترد عليه انه ما يعرفش غير بطنه. المهم بعد كده بنشوف صايم بيصلح في المركبه اللي خربت فجاه، وفي نفس الوقت كان يوان بيشجع تشينج وبيقول له انه ما يهربش من ساحه المعركه مهما كانت العواقب. بعدها بيكون يوان مع تشينج وزي وبتدخل عليهم، ويوان بيستفزها بالكلام. ساعتها بيخش وهو بيقول ان المركبه خلاص اتصلحت، ولكنه بيلاقي يوان بيدخلوا زي عادتهم بيهدوا، وبصراحه مفيش حد عارف الحكايه دي كلها غير والله. المهم بيروح لهم وبيقول لهم ان وجهتنا الجايه هي مدينه افضل مدينه من حيث الثقافه ومستوى الحياه فيها، وساعتها بتنصدم. المهم تاني يوم نروح لمدينه والامير اللي مش راضي يقبل اي عروسه هيتجوزها، وده برغم اصرار عمه الشديد انه يجوزه. هنا بيجي له البنت دي بس بيخاف منها وبيهرب. المهم بنشوفه بعدها في حديقه القصر وبيتضح ان الامير ده اسمه تيان يو، فاحنا هنقول له تيان اسهل. المهم بيجي له عمه بيحاول يقنعه بالزواج، ولكن الامير تيان بينشف دماغه وبيقول انا مش هتجوز غير تشوي، هي الوحيده اللي انا حبيتها، وكان قصده على تشوي اللي مع صيد صديقي. وبصراحه انت حظك غلب النحس كله يا ابني. نرجع بقى للصاح اللي كان في طريقه للمدينه، ولكن بنلاحظ وقتها حزن تشوي اللي مش مفهوم بس ما علينا. وقتها بقى كان بيضرب، بس التدريب بتاعه كان قاسي بالنسبه لطفل زي تشينج. بتيجي ساعتها دي وبتقنع يوان يسيبه شويه، وبعدها بيقعدوا يتكلموا عن مدينه فنج وانها المدينه الوحيده اللي سكانها خالدين في العالم السفلي بس، وعلى الناحيه الثانيه كان كل اللي هم البنات اللي في المدينه. وبصراحه يا ايوان انت اثبت لي انك خنزير بجد. المهم في نفس الوقت كانت بتقنع ساي انه ما يروحش مدينه فنج، خاصه ان هم عايزين يرجعوا اخت دي، بس ساي بيقول لها فين المشكله في الموضوع، بل بالعكس ملك المدينه ممكن يساعدنا ان احنا نرجع اخت دي اصلا. هنا بيجي تشينج وبيقول لساي ان السلاح الذهبي بدأ في الاستجابه مع المدينه. المهم بيوصلوا للمدينه وبيخضعوا للفحص عن هويتهم قبل الدخول، بعد كده بيقعدوا يتجولوا في الشوارع. المهم بيسمعوا في الميكروفونات ان الاحتفالات هتمتد ل3 ايام بمناسبه حفل زفاف الامير. بيقف ساعتها تشينج عشان يشتري فاكهه من المحل ده، ولكن الست اللي هناك بتقول له ان اي حاجه ببلاش بمناسبه جواز الامير، بس وقتها شويه بتتعصب عليها وبتسالها عن مكان حفل الزفاف. ولكن ساعتها بيجوا الحراس وبتقول لهم من اصحابنا يروحوا معاهم للقصر، وبالفعل العيال بتوافق وبيلاقوا هناك وليمه مستنياهم. وطبعا في الحاجات دي ما يتوصاش. بيجي ساعتها الامير بنفسه بيرحب بهم في المدينه. هنا بيقوم ساي عشان يسلم على الامير، بس تشينج ويوان بيكملوا اكل عادي. الامير بيقول لهم المكان مكانكم واعملوا اللي انتم عايزينه. وقتها بتتكلم دي وبتقول له احنا لسه عارفين بموضوع الزفاف وما لحقناش نجيب هديه، بس الامير بيقول لها ان افضل هديه بالنسبه له انهم رافقوا العروسه بتاعته لهنا، وبيقول لهم ان هو هيتجوز تشوي. وفي ساعتها العيال كلها بيلهم وبيروح الامير وبينزل على ركبته تشوي وبيقول لها انت نسيت الوعد اللي ما بينا ولا ايه؟ بيفكرها لما قعدوا بعض انهم هيتجوزوا ويكملوا بقى حياتهم سوا. هنا تشوي بتقول له انت غلطان، ده انا كنت بوز العيال يتنمروا عليك، وبعدها اروح انقذك عشان تجيب لي حلاوه. ساعتها الامير تيام بيقول لها مش مهم، الاهم انك بقيتي معايا دلوقتي. وهنا سايق بكلمها بالتخاطر وبيقول لها كملي في التمثيليه دي لحد ما نقابل الملك وبعد كده ارفضي عادي. وقتها شويه بتتردد كده، ولكنها في الاخر بتوافق وبتقول لهم فين غرفتي. ساعتها بيشوفهم وبيوقفهم، وتشاوي بتفكر انه هيدافع عنها ولكنه بيفاجئها وبيقول لهم اتمنى لكم حياه سعيده مع بعض. فتشوي بتتعصب وبتضربه بطبق الاكل. وبصراحه انت انسان مستفز قوي يا ايوان. المهم البنت بتمشي وبيروح باقي العيال يدوروا على القطعه الروحيه للسلاح بيتفاعل معاها، وفي نفس الوقت كانت بتفكر انها تهرب. لكن وعلى الناحيه الثانيه بنلاقي الامير وهو ماسك القطعه الروحيه في ايده وبيقول ان المره دي مستحيل يسيب تشوي تسيبه وتمشي. المهم في اليوم اللي بعده بنشوف دي قاعده بتتكلم مع ايوان، بس فجاه بتلاحظ الحرامي ده، فبتقول لايوان ايه رايك تراهني ان الحرامي ده هيسرق الست دي ولا لا؟ بيقول لها ايوان طب انت عرفتي ازاي؟ بس فجأة الحرامي بيخبط في البنت وبيسرقها. بعدها البنت بتصرخ وبتقول حد يلحقني انا اتسرقت، ولسه بتبص على ايوان بتلاقيه فص ملح وداب، واللي كان في الوقت ده واقف قدام الحرامي بيقول له هو انت فاكر انك هتقدر تسرق البنت الغلبانه دي ومحدش هيلاحظك؟ لا تبقى غلطان يا باشا. بس هو الحرامي مش بيسمع له وبيضرب ايوان وبيفلسع من المكان. هنا بتيجي البنت اللي اتسرقت وبتشاور على ايوان وبتقول الحراس هو ده اللي سرق مني الكلاده اللي انا لابساها دي. ساعتها ايوان بيتفاجئ وبيعرف ان الحرامي لابسه الليله. المهم الحراس بيمسكوه وبيكونوا واخدينه للحبس، بس بتقول لهم احنا ضيوف الامير وتاكدوا من كده بنفسكم. ساعتها الحراس بيشوفوا هويتهم وبيلاقوهم مش مسجلين، وده معناه ان هم داخلين المدينه بدون هويه او اثبات رسمي. هنا الحارس بيقول امسكوا العيال دول، بس بيلحقوا يهربوا. تشينج مع ساي بيدوروا على القطعه الروحيه في المدينه، بيقعدوا يدوروا لحد غروب الشمس ولكنهم مش بيلاقوا حاجه. بس ساعتها السلاح الذهبي بيرشدهم لخارج المدينه، بيمشوا ورا السلاح لحد الغابه وبعدها بيقف ومش بيتحرك. وقتها ساي بيقول لتشينج انهم يرجعوا قبل الليل، ولكن لما بيوصلوا بيلاقوا ان ابواب المدينه بتقفل عليهم وكمان حجز الحمايه بيتفعل. هنا بيجي العجوز ده وبيقول لهم انه لازم يدخل عشان بنته مريضه ومستنيه العلاج. ساعتها بيروح تشينج يكلم الحراس وبيقول لهم ان احنا اتحبسنا بره المدينه، الراجل ده اللي يودي العلاج لبنته المريضه. الحارس بيرفض باوامر من الامير بقفل البوابات ومنع دخول او خروج اي شخص. هنا بيقفل الحارس ومش بيسمع له، وبعد كده بيحاول تشينج وسيع عبور الحاجز ودخول المدينه بشتى الطرق، ولكن محاولاتهم كلها بتبوء بالفشل. بس ساعتها بيتكلم الراجل العجوز وبيقول لهم انا عندي حل. بيقول لهم ان في ممر سري تحت الارض كان معمول من سنين طويله، ويرشدهم بالفعل لمكان الممر ويقرروا ينزلوا يعدي منه للمدينه. لكن وفي اثناء مشيهم بيلاقوا قدامهم حاجز كده بيمنعهم من الدخول. هنا بيقول لهم العجوز ان الحاجز ده تبع الخالدين بس، وساعتها بيقول تشينج انه يجرب يعدي بما انه خالد، وبالفعل ساي بيجرب وبيعدي الحاجز بسهوله. هنا بيحاول انه يدور على طريقه يلغي بيها الحاجز عشان العجوز يقدروا ان هم يعدي. بيحط ايده على الجدار ده وهوبا المسمار ده بيعور والدم بينزل على الحاجز. ساعتها الحاجز بيتلغي والعجوز بيقدر يعدي وبعدها تشينج. المهم بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لنهايه الممر، وهوبا بيلاقوا نفسهم خرجوا وسط الحفله دي. ساعتها بيشوفهم الحارس ده وبيقول لهم انتم دخلتم ازاي؟
بس صاي بياخد شينج وبيهرب في المدينه، والحارس بيقعد يجري وراهم، وقتها بيلاقوا صورهم في كل مكان وانهم مطلوب القبض عليهم. وبصراحه دي واقعه مهببه ب60 نيله. بيهربوا من الناس اللي بتلحقهم، وتشينج بيسال ليه بيحصل لهم كل ده، فبيقول لهم صاي انه ما يعرفش ولكن شك في ان في الموضوع. نروح بقى اللي بيجهزوا الحفل الزفاف، ولكن الحزن كان واضح عليها، بياخدوها عشان تتصور مع الامير تيان قبل ما يبدا الحفل. بس ساعتها البنت بتضربه وبتقول له انت عارف اني كنت بكذب عليك، ازاي بقى انت مصر انك تتجوزني؟ وقتها الامير تيان بيميل عليها وبيقول لها انت مفكره ان انت اللي بعت لي العيال يتنمروا عليا؟ لا بالعكس، انا اتفقت معاهم اني هديهم كل الاكل اللي عايزينه في مقابل ان هم يتنمروا عليا قدامك، وده علشان انت تيجي تنقذني منهم، فبالتالي نبقى اصحاب ونقرب من بعض، وبعدها خليتك توعديني انك توافق تتجوزيني. ساعتها بتعصب وتشتمه وبتقول له انت واحد حساله. بس الامير تيان بيمثل الحزن، بيقول لها انا حبيتك واستنيتك كتير، وده لان انا الامير وممنوع عليا اخرج بره المدينه بسبب الشياطين. هنا بيمسك ايديه والمصور بيصورهم، وفي ثانيه الصوره بتنزل في كل انحاء المدينه. ساعتها بيشوفوها وبيقول ان الموضوع متخطط له من البدايه، لان القطع الروحيه اللي خرجت بره المدينه واختفت، وكمان ابواب المدينه اللي قفلت علينا اول ما خرجنا، وبعدها اصبح مطلوب القبض علينا. شكل كده انه في خطر مع الامير. نروح بقى اللي شافوا صوره شويه هم كمان، وبتقول ان اللي بيحصل ده حد مدبر من جوه القصر، وعلى الاغلب ان تشوي في خطر هناك. وبالفعل وقتها تشوي كانت متعصبه بسبب اللي عمله المصور، بس الامير تيان بيقدر ينومها مغناطيسيا باستخدام القطع الروحيه اللي معه، وبيسالها هي موافقه تعيش معاه ولا لا، والبنت بتقول له اكيد. المهم تاني يوم بيكون حفل الزفاف، وكانوا متنكرين عشان ما حدش يشوفهم من الحراس. بتقول ساعتها ان هم لازم يتجهوا ناحيه القصر، ولكن بيقول لها عادي عادي، الاهم دلوقتي اننا نجيب كروت الدعوه، وبصراحه انا ما اعرفش منين. ساعتها بتقول له بص واتعلم، وبتروح تقعد مع الخروفين دول وبتتكلم معاهم عن المدينه وانها من مدينه تانية وكده. وقتها الاثنين بيتخانقوا مع بعض علشانها بس دي، وقوم كده، ولكن من تحت الترابيزه كانت بتسرق كروت الدعوه اللي معاهم وبتديها لايوان. كان الخروفين دول بيرجعوا يتخانقوا على مين اللي هياخد دي معه لحفل الزفاف، بس بيبصوا كده على كروت الدعوه وبيلاقوها اختفت، ولسه بيسالوا دي بيلاقوها فص ملح ودابت. واللي كانت ماشيه مع ايوان وقتها بتقول له انت هتمثل انك تاكل اسلحه عشان السيوف بتاعتك، وانا همثل اني زوجتك. المهم نسيب شويه المجانين دول ونروح لصايب والشنق اللي الحراس بيقدروا يلاقوا القبض عليهم ويرموهم في الزنزانه. ساعتها صايب بيقول لهم انه طبيب زوجة الامير وانها مصابه بمرض خطير ولازم تاخد العلاج اللي معه كل يوم. وفعلا بيجي حارس كمان وبيقول للاثنين التانيين ان هم كانوا بصحبه الاميره لما جت، فبيقرر هنا الحراس ان هم يكلموا الامير. بيروح لاحد الحراس بالفعل علشان يقول له، وفي نفس الوقت كان بيسال عن مرضه شويه، فبيقول له يا عم انت صدقت ولا ايه؟ انا كنت بكذب عليهم مش اكتر. هنا بيطلبوا من الامير تاني وبيقول لهم ان خلاص هتبقى زوجته ومش هتخرج من مدينه تاني. ساعتها العيال بيتعصبوا عليه وبيقولوا له انت كداب. وهنا الامير بيخرج القطعه الروحيه اللي معه وبوم بيكسر الاصفاد وبيهجم على الامير بالسلاح الذهبي، لكن الامير بيختفي فجاه وبيظهر من وراه وبيضربه. هنا بيقوم عشان يضرب الامير من ظهره، ولكن الامير بيحس بيه وبيديله ضربه في بطنه، وساعتها بيسيطر على صايب القطع الروحيه اللي معه وبيكتفي بالايد الثانيه. بيقول لهم انا مش هقتلكم ما تخافوش، بس عايزكم في المقابل تخدموني. وساعتها بيحاول يسيطر على قوته، لكن وهو بيسمع صوت بيقول مين اللي اتجرأ يقتحم جسدي، وتهتك بتحاول من جميع الاتجاهات وبيمسك ايد الامير اللي بيلاحظ ان قوته بتمتص منه. هنا الصوت بيرجع يتكلم وبيقول له انت مش ندلي يلا. ساعتها الامير بيخاف منه وبيصيبه، بيخلي حارس عليه بعد ما يقدر يسيطر على عقله، وبعدها بيقفل الزنزانه وبياخد الحراس وبيمشي. هنا صايب يهجم عليه وبيضربه، اللي بيقول له بتعمل ايه يا مجنون انا صاحبك، بس مش بيسمع له وبيهجم عليه. وساعتها بيمسك سلاحه وبيقول له انا مضطر اني اقتلك، ولكن وهو صايب بيهجم عليه بالنار بتاعته، بس بيفاديها كلها ويضرب صايب ضربه بتخليه يفقد الوعي. هنا بيقعد يألم نفسه بسبب ضعفه، ولكن في صوت بيكلمه في دماغه وبيقول له انت مش ضعيف، انت اقوى منهم كلهم. هنا بيقول له انت مين وبيحاول يهجم عليه، ولكن بيفوق في الزنزانه بيلاقي السلاح الذهبي في ايده، فبيقرر انه ما يستسلمش. بيقعد ينادي الحراس ساعتها وبيقول ان صايم مات لحد ما بيجي الحارس ده وبيطمن عليه، ولكن هو اول ما بيدخل بيجي وبيديها على دماغه والحارس بيفقد الوعي. بعد كده بيعدل صوره على الجدار ده وبيقول له انا راجع لك تاني. هنا بيحاول يخرج من السجن ولكنه مش بيعرف، بس فجاه بيسمع صوت بيقول له انت مش هتعرف تخرج من هنا من غير ما انا اساعدك. وبيتضح وقتها ان ده صوت ملك المدينه، بيقول له انت هتخرجني ازاي وانت محبوس هنا؟ فالملك بيقول له انا ملك المدينه دي واكيد هعرف اخرجك هنا. بيساله هو ايه اللي جابه هنا بما انه الملك، فبيرد الملك ان ابنه تيان شر عميا وحبسه هنا وقال للشعب انه مسافر. ساعتها بيحاول يفتح قفل الزنزانه اللي فيها الملك باستخدام السلاح الذهبي، بيقعد يحاول لحد ما بيفتح القفل وبيقول للملك انه يتماسك. هنا بيروح يفك العصا اللي مربوط بها كمان، وفي اثناء كده بيحكي له عن سبب مجاهم لمنطقه فينج وانهم يقابلوه. وقتها العصاة بتتفك وبعدها بيتجول بصحبه الملك وهم متخفيين من الحراس، بس الحراس بيلاحظوا وبيكونوا خلاص هيقبضوا عليه، ولسه الملك هيكشف هويته قدام الحراس. كان جوان وزيجام وعدم الحراس العافيه. هنا بيجري عليهم وبيحكي لهم كل اللي حصل معه، ولكن بتسأل عن الراجل ده فبيقول لها ان ده الملك. وساعتها بيحكي لهم الملك عن كل اللي حصل معه لحد ما قابل وهربوا بس، وفجأة يرفع السيف على الملك وبيسأله هو يعرف يعني السيوف دي، فبيقول له الملك انه يفتكر ان السيوف دي كانت بتاع افضل صياد شياطين في العالم. هنا بيفرح من كلامه وبيقول له كده انت تبقى الملك. بعدها بيروح وبيمسك الاثنين دول ويقلع لهم هدومهم، وساعتها بيتنكر والملك هما كمان عشان يدخلوا حفل الزفاف على انهم عازبين، وبصراحة مجانين من الاخر يا صديقي. المهم بعدها بنشوفهم متنكرين في حفل الزفاف، وعم الامير تيان بيرحب بكل الموجودين هنا. بيقول للباقي ان هو اللي هيواجه الامير تيان ويوقفوا، بينما هم هيروحوا يجيبوا ساي من الزنزانه اللي محبوس فيها بس. وفجاه بيقول لهم ساي موجود على الشرفه اللي هناك، واللي كان بيرحب هو كمان بالموجودين، وده لانه لسه تحت سيطره الامير. المهم وقتها بتسال زي الملك وبتقول له لو كشفت عن هويتك الحراس هيسمعوا كلامك. بيقول لها الملك لا، وده لان الامير قدر انه يسيطر على جميع الحراس بلا استثناء.
بيقول كمان ليو انه يتولى امر الامير ويسيب لهم هم الباقي. وبالفعل الامير بيدخل ايده عشان يتم الجواز بس، وقبل ما يبدا بيظهر وبيقول له على جثتي انك تتجوزها هنا. الموجودين بيبداوا يتحمسوا، وده لان في تقليد في مدينه فينج بينص على ان لو اتنين عايزين يتجوزوا من نفس البنت فهم هيتقاتلوا في نزال والكسبان هو اللي هيتجوزها. المهم بيتجهوا لصحه القتال والموضوع خد اكبر من حجمه والله يا جدعان. هنا باللحظه الملك هم بيحاولوا يتسللوا المكان وسط انشغال الموجودين بالقتال. نرجع بقى ليوان اللي بيبدا قتاله مع الامير، وفي نفس الوقت كانت بتحاول تصحي صاي من سيطره الامير، بتقعد تديله بالقلم على وشه عشان يفوق ولكنه مش بيفوق. ده يا عيني الواد بينزل دم من كتر الضرب. ساعة الامير تيان بيلاحظ دي وهي بتفوق في صاي بيديله الاشاره عشان يتحرك وهو بيهجم على زيه، بس دي بتديله بالرجل بتكسر بيه الكرسي. في الوقت ده كان الامير مش عارف يقرب المسافه من عشان يسيطر عليه. هنا بيجرحه في وشه، ومن ساعتها الامير بيتجنن بيهجمه على اكتر من مره وبيسيبه بجرح كتير. ساعتها بيروح الملك عشان يفوقه شويه بس بلا اي جدوى، فبيقول له الملك ان مالهم دلوقتي هو ايوان. وعند ايوان بقى كان الامير مبهدل على الاخر. هنا الامير بيضربه بالرجل ويوقعه على الارض، بيبدا استهزأ بيه وان هو مجرد بشري ومستحيل يهزم خالد زيه. بس يوم بيقوم له وبينزل عليه بطوله. الامير بيحاول يهجم عليه بس الكلام ده مش بياكل مع ايوان لان الامير بيتعصب وبيشتمه. بس يوم بيولع من كتر الحماس بيجمعوا على بعض هما الاثنين والمكان بيتدمر من قوتهم، وهما الاثنين بيطيروا في السماء وبيضربوا بعض ضربه بتزلزل المكان. الناس بتكون مذهوره من قوه الاثنين دول، بينما الملك كان في ثلاجه تفريزر على قلبه تقريبا. ساعتها بيقرر يكشف الحقيقه وبيقول للناس ان الامير حبس الملك طول الفتره دي في زنزانه. الناس مش بتصدق ولسه الحراس هيروحوا يمسكوه. كان الملك كشف عن هويته. الكل وقتها بيتفاجئ من ظهور الملك ويبداوا يحيوه، بس الملك بيتكلم وبيقول ان الامير خان العرش وده علشان مصلحته الشخصيه. بيقوموا ساعتها الحراس يلقي القبض على الامير، ولكن الواد بيهجم على الحراس وبيجمد المكان بالكامل. بس الوحيد اللي مش بيتاثر كان عمك ايوان. هنا بيهجم على الامير تيان، بس الامير بيقول له وقف القتال يا غبي، انا كنت بقتلك عشان امي، اما دلوقتي فالمدينه كلها في خطر. وده لان الملك فيه شيطانه بتتحكم فيه، بس كل ده مش مصدقه اصلا. ولكن فجاه شيطانه بتخرج فعلا من الملك. ايوه يابا دي الشيطانه اللي جوتي اللي اتولد قبل كده. الشيطانه بتستهزأ بالملك وبتقول له انه عديم الجدوى. وبنرجع بقى لما الملك طلب من الامير يحبسه في زنزانه، وده علشان الشيطانه ما تتحكم فيه. وبالفعل الامير حبس والده وهو مرغم على كده. ساعتها الامير كان هيجمع على الشيطانه، ولكنه تلاقي رفع على رقبته السلاح بيبص ساعتها على ايوان وبيلاقي الحقد والغضب هيطق من عينيه، ولسه الامير هيتكلم بيلاقي بيقول له دي بتاعت انا، دي هي اللي قتلت والدي. ساعتها الشيطانه بتستهزأ بوالد يواو والواد مش بيستحمل وبيهاجمي عليها، ولكن الشيطانه بتتحكم فيه وبتخليه يهاجم ايوان. هنا الامير بيهجم على الشيطانه بس بنت الهرمه بتفادي هجومه وبتطلع الجرس ده وبترن بيه. فجأة العجوز اللي ساعدت قبل كده بيتحول لشيطان عملاق. هنا الشيطان بيضرب والامير في الحلبة وبيروح وراهم بيجهد ساعتها عشان يخلص عليهم، وساعتها الامير بيقول لي هنتعاون مع بعض في قتال الشيطان ده. وعلى الناحية التانية كان بيحاول يفك نفسه من سيطرة الشيطانة. هنا الشيطان بيهجم على ايوان والامير بس العيال بتفاديه بسهوله. ساعتها الامير وايوان بيهاجموا الشيطان بس بدون اي فايده. وقتها الامير بيقرر يستخدم القطعه الروحيه اللي معه وبيزيد قوته وبيهجم على الشيطان، بس الشيطان بيضربه. وساعتها الامير بيثبته بالتلج بتاعه وايوان بيجي بسرعه بسكين واحده بتخليها ينهار. هنا الشيطان بيسيبه وبيهجم على تشوي، بس الامير بيجري بسرعه وبيغرز رمحه في الشيطان وبيلحق تشوي، ولكن وبسبب كده الامير بيتصاب. ساعتها بيجي ايوان وهو متعصب وبيضرب الشيطان بالسيف وبيخلص عليه. بس وقتها الامير كان جاب اخره، بيقول لتشوي انه كان بيحبها اكتر من نفسه واستناها كتير تجيله، بس خلاص دي شكلها النهايه، ولكن قبل ما اموت هديكي اغلى حاجه في حياتي. وهنا الامير بيخرج القطعه الروحيه اللي معه وبيديها لتشوي، وساعتها الامير بيموت وسط صدمه. يوان بيتفاجئ من اللي حصل وبيطلب من تشوي تاخد القطعه الروحيه بسرعه، وده لان الشيطانه عايزه تاخدها. بيجي يهجم على الشيطانه ولكنها بتخلي تشينجي يصده، وساعتها كانت تشوي اتجننت وبتهاجم على الثلاثه مع بعض، بس هوبا كانت الشيطانه عملت الحاجز بتاع تشينجي عشان تحمي نفسها. هنا يوان بيقول لها تسبي تشينجي في حاله، ولكن الشيطانه بتقول له ده بقى بتاعي خلاص. وفي نفس الوقت ده تشوي مش بتستحمل وبتنهار. ساعتها يوان بيتحول للشيطان من كتر الغضب، والشيطانه بتخلي الشيطان بتاعها يهاجم يوان، بس يوان بيركب على ظهره وبيطعنه بالسيف. وقتها الشيطان بيتعصب وبيرمي يوان لبعيد، وهوبا الشيطان بتحاول تخلع قلب يوان من مكانه. بس وفجاه يوان بيدخل في ذكرياته وبيشوف اليوم اللي الشيطان قتلت والده فيه، وكمان بيجي له والده وبيقول له انت اقوى صائد شياطين في العالم. وبالفعل بيجي له بعدها صياده شين تيان في وعيه الداخلي وبيعلمه ازاي يوصل لذروه قوته. بيقول السيوف اللي معك ديت مش هتشتغل غير لو امنت بقوتها، وهوبا بيعمل الحركه دي جوه وعي يوان، وده بيخلي يوان يعملها في العالم الحقيقي. وساعتها الشيطانه بتقول ده انا قتلته بايدي. وقوم يوان بيخلص على الشيطان دوت بضربه لا تصد ولا ترد. بيروح وقتها يثبت الشيطانه وبيقول لها انها تطلق سراح تشينج. هنا الشيطانه بتقول له ماشي، بس وفجاه بتخلي تشينج يهجم على يوان ويكسر بيه المكان. بنت الهرمه بتخلي اخواتي يقتلوا بعض وهي في قمه انشكاحها، بتقول له لازمين حد فيكم يموت عشان اسيب التاني. وساعتها كان يوان اتفشخ بمعنى الكلمه، وده لانه مستحيل يهاجم اخوه الصغير مهما حصل. هنا يوان بيقوم وبيقدر يمسك تشينج اخيرا، بيقول له تشينج انه يقتله وبعدها ينتقم من الشيطانه، بس يوان بيرفض وبيقول له مستحيل. فبتقول لهم الشيطانه انت المستفزه انها هتقتلهم مع بعض وخلاص. بتعمل ساعتها التلج دوت عشان يقفل عليهم ويقتلهم بس. وفجأة يوان بيحدف تشينج لبعيد في اللحظات الأخيرة، والتلج بيقفل على يوان وبيخلص عليه. ساعتها تشينج بيصرخ بحرقة على أخوه اللي مات بسببه، وهنا بيكلم روح الملك المحارب اللي جواه وبيقول له إيه تمني نخلص على الشيطانة دي. فالملك بيقول له انت هتديني روحك. وفي الوقت ده الشيطان بتحاول تشد تشينج بالخيوط بتاعتها بس، وفجأة تشينج بيبدأ يتحول لجير السوبر سيانس. الواد اتجنن حرفيا وبيغرس السلاح في قلب الشيطانة، واخيرا بنت المستفزة دي بتموت وبعدها تشينج بيفقد الوعي. ساعتها الملك بيفوق وبيلاقي الدنيا خراب، واول لما بيبص على ابن الامير تيان بيعرف انه خلاص مات. بيعملوا له جنازة مشرفة والمدينة كلها كانت في حالة حزن. وبعدها الملك بيرشد الفريق بتاعنا لمكان القطع الروحية وبيقول للتشوي مكانك موجود دايما في مدينة فينج.
العيال بيمشوا بالفعل، ولكن في الغابة دي بنشوف بنت ماشية مع والدتها وبتلاقي جرس الشيطانة في الأرض، وساعتها بتضحك ضحكة شريرة